بجرب اليومين دول العربية اللي قلب العالم كله واللي بتبيع أكتر من شركات بحالها، يعني تخيل موديل واحد يبيع أكتر من شركة كاملة. فأنا بجرب الجيتور التي 2. طبعا أنا لو أنت معترض على أي حاجة من اللي أنا قلتها في الأول دي، أنت يا ابني والله صعبان عليك. أنت محتاج تتابع ومحتاج تشوف العربية دي عاملة إيه ومكسرة الدنيا إزاي. فصدق أو لا تصدق، التي 2 النهاردة بالتفويلة الواحدة تقدر تمشيك 1200 كيلو بتسارع وقوة خارقة، اكبر من بورش بوكستر مثلا على سبيل المثال. دي عربيه رياضيه جت في دماغي فقلت اذكرها دلوقتي. هل هي اسرع من بورش بوكستر؟ لا طبعا، لان طبعا في فرق ايروداينامكس وديزاين ووزن وبتاع، مش اسرع ولا حاجه. بس انا بضرب لك المثل، بقول لك شوف التي 2 راحت لفين فجاه، نطت نطه 3 اضعاف الاداء العادي. العربيه دي في نسخه منها بنزين 1500 سي سي تربو، اللي قدامي بقى دي اللي هي 375 حصان، بتطلع 3 اضعاف النسخه العاديه بسعر زياده 200,000 جنيه او 250,000 جنيه. هل ال 200,000 او 250,000 جنيه اللي زادوا للعربيه دي يستاهلوا؟ يستاهلوا. ليه؟ لان 3 اضعاف القوه واكتر، كمان جنود جديده اتحطت 20 فدت ثبات وتوازن للعربيه. الوزن الزياده اللي اتحط ال 500 600 كيلو ودوا العربيه دي في حته تانية من ناحيه الثبات والتماسك على الطريق. العربيه دي يا جماعه انا جبت بيها سرعه 200 ما بتتحركش شعرايه عن مسارها، هي ثابته في خط مستقيم هايله. ده غير السيفتي فيتشرز اللي اتضافت. الاداس كامل، والعربيه النهارده بتتحرك في الشارع بقياده شبه ذاتيه بدون تدخل منك تماما. والتكنولوجي الجديده اللي طبعا الاي دي ام اللي اتصرف فيها حلو قوي على العربيه دي عشان تقدم الاداء ده. فملخص الكلام، التي 2 النهارده اتغيرت تغير كامل، ولازم تتابع معايا الفتره اللي جايه اللي هوريك فيها فيديوهات تجربتي للعربيه دي. لان انت لو بتفكر تشتري مفيش حد في مصر النهارده ما فكرش في العربيه التي 2. العربيه التي 2 جريت ومشيت في الشارع بطريقه عجيبه. فاللي هيجيب لك خلاصه الموضوع العبد لله، سيبني بجرب العربيه وهقول لك الدنيا فيها. الناس كانت طالبه النسخه ال 2000 سي سي اللي بتنزل في دبي والامارات ودول الخليج، ال 2000 سي سي اللي 265 حصان. طبعا نسخه ال 2000 سي سي لو دخلت هنا هتدفع ضرايب وجمارك عاليه جدا، وسعرها هينط نطه كبيره جدا. هو جاب لك نسخه 375 حصان 600 نيوتن اقوى من نسخه الخليج بسعر ارخص بكتير من نسخه الخليج، بسعر زياده 200,000 او 250,000 بس عن نسخه البنزين العادي. فالموضوع نط نطه تانية خالص، راح في حته تانية. انت حتى لو مش مستوعب انا بقول ايه دلوقتي، انصحك تكلم القصراوي وتعمل تيست درايف وتجرب العربيه دي، عشان دي عربيه تانية خالص ملهاش علاقه بالتي 2 نسخه البنزين العادي. دي حاجه ودي حاجه مختلفه تماما.